بسم الله. تبدأ القصة بشاب اسمه عبده، عنده حوالي 13 14 سنة كده، قاعد في زنزانة ومعاه مصحف، قاعد باصص للمصحف وبيتكلم مع نفسه وبيقول: يا رب، يا رب انقذني من اللي انا فيه ده، يا رب احفظ امي واخواتي واحميهم من كل شر واذى، انا خايف عليهم قوي. وبيفتكر وهو وامه واخواته قاعدين في البيت، لقوا جنود دخلوا اقتحموا عليهم البيت وخدوا عبده من وسطهم. فامه بتقول له: يا مخدوده، ايه ده في ايه انتوا عايزين منه ايه؟ وارتعش اخته الصغيره تتكلم وتقول: محمد انت رايح فين؟ ولما امه بتمسك فيه جامد فيروح الجندي اللي هو ماسكه ده يديها بالقلم. وهو قاعد عينه بتدمع ويبص للمصحف ويفتحه ويقرأ فيه: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. يا رب، يا رب. وبيقفل المصحف ويسند براسه على الحيطة اللي وراه ويفضل قاعد يذكر ربنا بس بصوت عالي: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا رب احرز أمي وإخواتي ورجع لنا أبويا سليم يا رب، يا رب. وبيجي على الليل ويفضل قاعد من ساعتها كده عمال يذكر ربنا ويدعي ويقرا قرآن، ما بيعملش حاجة غيرهم. الدنيا بتليل عليهم وبيكون المكان كله هادي إلا الزنزانة اللي فيها عبده، سامعين صوت طالع منها هما مش فاهمين هو بيقول ايه. فجندي من الجنود وهو معدي يسمع صوته وهو بيدعي وبيقرا قرآن، فبيتعصب جدا ويبقى مش عاجبه الكلام، فبيخش عليه الزنزانة. عبده بيتخض ويفضل يبرق له كده، فالجندي الإنجليزي ده يقول له: هو ايه الصوت اللي طالع من هنا ده؟ انت مزعج جدا. انا بقول كلام ربنا. كلام ربنا بقى مزعج؟ ده انتوا كفرة. فالجندي يلاحظ المصحف اللي معاه ده، فعبده بيحاول يخبيه بس الجندي بياخد باله منه فبيسأله: ايه ده؟ مصحف، كتاب فيه كلام ربنا. طب هاته بقى، مش هو ده اللي انت بتقرا منه؟ هاته. هو ايه اللي هاته؟ لا طبعا مش هديهولك. اقول لك هات الكتاب ده، مش هديهولك. وانا بقول لك هاته. وبيزقه جامد وياخد منه المصحف. عبده بيفضل قاعد في الزنزانة بيعيط ويفضل يقرا اللي حافظه من القرآن لغاية ما يجي الصبح عليهم، وبيكون نام بس بيصحى مخضوض من صوت زعيق بره. بيصحى ويفضل قاعد باصص للأرض كده وساكت لغاية ما بيخش عليه جندي، بس ما بيكونش نفس الجندي اللي دخله قبل كده، بيبقى جندي تاني. بيخش يلاقي قاعد باصص للأرض كده وساكت، فبيسأله: انت قاعد كده ليه؟ فعبده ما يردش. فالجندي بيسأله: هو انت اعمى ما بتشوفش يعني؟ فعبده يفضل ساكت شوية كده ويقول له: انا اعمى. وبنعرف ان عبده اعمى
هيروح جاي عبده قايل له ما بشوفش، جيت خدت مني النور الوحيد اللي كان منور المكان هنا. نور ايه اللي خدناه منك؟ انا مش فاهم حاجة. مش مهم تفهم، مش مهم، انا بس عايز اعرف انتوا عايزين مني ايه وجايبيني هنا ليه؟ انا عايز اروح اشوف امي واخواتي. احنا اتأمرنا باننا نجيبك هنا بس معرفش ليه، ده امر ولازم ننفذه. طب يعني ما ينفعش تطلعني من هنا؟ ايه؟ لا ما ينفعش طبعا اطلعك من هنا. انت بتقول ايه؟ لا طبعا اقعد هنا ساكت لغايه ما نطلعك من هنا. وبيقفل عليه الزنزانه ويطلع يقعد بره. بس يبان على الجندي ده ان عبده صعبان عليه، بس ما بيحبش يبين كده. المهم هو واقف بره يسمع عبده قاعد جوه عمال يقرا قران، يفضل واقف بره ويسمع اللي هو بيقوله لغايه ما يخش ويزعق له. ايه في ايه؟ انت مزعج قوي، وطي صوتك شويه. حاضر حاضر. بيفضل الجندي ده باصص له شويه وبعدها يطلع بره ويقفل الباب. لكن المره دي بيبقى متضايق من اللي هو عمله، بس بيضطر يعمل كده عشان ده امر وهو لازم ينفذه. بس بالليل الجندي ده بيفضل قاعد جنب الزنزانه اللي فيها عبده، وبيسمعه برضه بالليل قاعد يقرا قران، وبيفضل سرحان في اللي سامعه ده. وبعدها بالليل دخل عليه الزنزانه وقفل الباب وقال له انا انا عايز اعرف ايه اللي انت بتقراه ده، عندي فضول اعرف ايه ده. عبده يسكت شويه ويقول له ده كلام ربنا، القرآن. فالجندي ميبقاش فاهم حاجة فيقول له يعني ايه كلام ربنا؟ مين ربنا ده؟ من ربنا؟ ربنا ده اللي خلقني وخلقك واللي بإيده انه يقبض روح اي حد في اي وقت، هو القادر على كل شيء. فالجندي يبقى زي خايف من الكلام ده فبيقول له يعني ايه بإيده انه يقبض روح اي حد في اي وقت؟ يعني ايه؟ يعني ربنا كاتب لكل واحد قدره، هيتولد امتى، هيعيش قد ايه، هيموت امتى. طب وبعد ما ربنا بيموت اي حد بيوديهم فين؟ بيحاسبهم، اللي عمله حلوة يدخل الجنة واللي عمله وحشة بيخش النار. النار؟ ايه النار دي؟ ده مكان بيتعذبوا فيه الكافرين والمكذبين برسالة الرسول والمشركين. طب والجنة؟ والجنة ايه الجنة دي؟ الجنة هي مكان جميل كل حاجة فيه حلوة، وهتلاقي فيه الرسول كمان والصحابة، كل حاجة هناك حلوة، مفيش أي حاجة وحشة هناك. طب ومين اللي بيخش الجنة دي؟ اللي أعمالهم حلوة، اللي مؤمنين بالله. طب أنا مش مؤمن بالله، أنا أصلا ما أعرفوش، فأكيد لما يموتني هيدخلني النار. ربنا رحيم بعباده وغفور برضه. طب أنا عايز أعرف أكتر عن ربنا ده، عايز أعرفه أكتر، أعرف عنه كل حاجة. ماشي يا سيدي، أكلمك عن ربنا وأعرفك عنه كل حاجة. أنت اسمك إيه؟ توماس. اسمي توماس. ماشي يا توماس، تعال اقعد. ويقعد جنبه ويفضل يتكلم معاه عن ربنا وعن الإسلام، يقعد معاه كتير قوي. وبعدها بنروح على مشهد تاني بيبان فيه جندي بيكلم زي الريس بتاعهم إياك، فبيقول له وهو اللي في الزنزانة 7 ده هنعمل فيه ايه؟ ده الواد صدعني بالكتاب ده. ايه الكتاب ده؟ معرفش، بيقول انه كلام ربنا، كل شوية يقرأ فيه ويزعجنا جامد، انا عايز اقتله. ده سيبوه شوية عشان ده احنا محتاجينه قريب جدا. اشمعنى الولد ده؟ الولد ده ابوه منظم المقاومة الشعبية،
وعرفنا كمان انه بيخبي رجال من المقاومة الشعبية، عشان كده خطفناه عشان نجبره انه يجيلنا لغاية هنا تحت رجلينا. وبنرجع تاني المشهد عبده وهو بيكلم الجندي اللي اسمه توماس ده. يعني كانوا كل ما يشوفوا الرسول يضربوه ويحدفوه بالطوب؟ ايوه يا توماس. وبعدين ربنا حاسس بعباده، كان سائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زعلان، وربنا مبيشيلش حد فوق طاقته. ده حتى قال في كتابه الكريم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني ربنا مبيشيلش نفس فوق طاقتها وفوق قوة تحملها، فبيكافئ الرسول بليلة اسمها ليلة الإسراء والمعراج. ليلة الإسراء والمعراج. طب ايه اللي حصل في الليلة دي؟ ربنا بعت لرسوله سيدنا جبريل وخده في رحلة من المسجد الحرام في مكة للمسجد الأقصى في القدس، وبعدها طلع بيه السما لحد ما وصل لسدرة المنتهى، المكان اللي مفيش حد وصل له قبل كده. واو، ده رسولكم راح السما، يعني هو كان بيطير؟ ايوه يا توماس، يعني مش بيطير، يعني هو كان على دبة من النور اسمها البراق، كان بيشوف انبياء قبله بيسلم عليهم وكانوا بيستنوه كأنه القائد بتاعه. تمام ماشي. طلع السما. ايه بقى سدرة المنتهى دي؟ سدرة المنتهى ده مكان فوق ال7 سماوات، مكان مفيش مخلوق يقدر يوصل. حتى سيدنا جبريل وقف هناك وقال له لو تقدمت خطوة احترق. واحنا نقدر نروح هناك ولا بس الرسول؟ نقدر، بس لو ربنا رضي عنا نروح الجنة ونشوف اللي الرسول شافه. انا عمري ما كنت اعرف ان في حاجة كده. والله يا توماس، الاسلام مش دين خوف، ده دين حب. ربنا قال عن نفسه الرحمن الرحيم، يعني رحمته وسعت كل حاجة. والرسول عليه الصلاة والسلام كان اسمه الرحمة المهداة. وانا انا ينفع احب ربكم ده؟ يعني حتى وانا مش مسلم هو يقبلني؟ ربنا بيحب كل حد بيدور عليه، بيقول في القرآن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. بس طول ما قلبك بيدور على الحق ربنا يوصلك ليه. أنا أول مرة أحس إن قلبي مش خايف. أنا كنت دايما حاسس إني في حرب حتى جوايا، بس دلوقتي في صوت جوايا بيقولي إني أسمعك وأسمع ربك. أنا بجد أول مرة أبقى مرتاح كده يا عبدو، أول مرة أسمع الكلام بقلبي مش بوداني. أنا عايزك تكمل، افضل احكي لي كتير كتير أوي عن ربنا وعن رسولكم سيدنا محمد. كمل يا عبدو كمل، أنا سامعك بقلبي مش بوداني. وساعتها بنشوف جندي تاني واقف بره على الباب وسامعه.